ينتهون من تأليف برشلونة. هنا قلعة كرة القدم الجميلة ومهد المستدير الساحر والمسرح الذي كان وما زال باذخا بمتعة أصحابه لعقود. الليلة برشلونة المتصدر. راشفورد في كرة للبارسا، محاولة راشفورد، عرضية تأتي لكنها إلى خارج الملعب. ركلة من لامين بالمهارة يريد يرسل الكرة في القائم الأول. الخطوة ركنية تنفذ على الإبعاد اتجاه لامين. يامال في محاولة غارسيا، بيدري، هناك رافينيا، ماسفورول من كان مدير أمام أوساسونا. الفريق يساب هنا في المدرج. إذا ما أردنا أن نخرج بالكعب إلى كوندي عرضية، تمريرة فرا في كرة لكنها أبعدت من المدافع في أيام بالكامب نو. كرة لعب بريتونيس، الضغط سلة كرة طويلة سهلة عند إلى لامين لكن بيدري بعد راشفورد في كرة ما زال عرضية في اللقطة الماضية. كرة للبارسا، هذه الكرة الأخيرة ما بين راشفورد والمدافع أرجيبير. بوديمر في الانتظار، بوديمر في التسديد لكن حارس المرسال. لامين في محاولة من العرضية ترسل، الإبعاد يأتي في ملعب الحل. لامين الحل والتمريرة ممتازة لكن فيران إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. في وقت الحديث عن الحلول وفي وقت الحديث عن هوية من يصنع الحلول ظهر لامين ليقول أنا، لكن كرة فيران توريس اعتلت العارضة. لامين الله على كرة، حاول رافينيا يتقدم الأول من هذا اللقاء. هنا فرصة لأوساسونا والتصويب والهدف الأول يضيع. خطيرة كانت عن طريق بوديمر كاد أن يفعلها وكاد أن يباغت البارسا. وصار ماركوس في محاولة تمرير أقلام بالدي عرضية والتصويب ولكن حارس المرمى يتصدى. سيرخيو هيريرا يتصدى لغارسيا من هذه المسافة، التصويب تأتي والهدف الأول يضيع. إيرين غارسيا نعم هو الجندي المجهول، كاد أن يسجل وكاد أن يعطي مكافأة تجديد. ثم عالية الرأسية، جول حتى وإن تأخر قطار أهدافهم يصل في مواعيده دائما. نعم دائما يا بارسا في كرة في نقلة عن طريق فيران توريس بالكرة الرأسية في الشباك. البارسا يصل ويسجل الهدف الأول عن طريق فيران توريس. قطار أهداف البارسا يصل في الموعد دائما عن طريق فيران توريس بالكرة الرأسية. بعد هذا العمل هل كان يلغى الهدف؟ هناك التسلل ليس على فيران، التسلل ليس على فيران. هنا التسلل كان جميلة عرضية خطيرة. يامال في تمريرة لكنها كانت لامين. يامال والعرضية لاتن ولاعب أوساسونا حاول. يامال عرضية، كرة مرتدة لأوساسونا، السرعة كوبارسي إلى متى في روعة. لامين في كرة في محاولة إلى لمسة تمريرة باتجاه ماركوس. عودة من لاعب البارسا فورد إلى بيدري بالكعب ولا أروع. جميل كرة منقولة بينية، لمسة إيريك غارسيا لكن كرة بالدي والتصويبة لكن تمريرة بوديمر ولكن إخوان غارسيا يتصدى والتسلل في البداية كان موجود لكن بغض النظر عن التسلل هذه يشتغل كانت في الشباك. شاهد الكرة الماضية بوديمر نعم كان أروع، جميلة عرضية طريق لامين. يامال في تمريرة لمسة رافينيا كرة من الطرف الأيسر ساسون مارتن. بعد ذلك العرضية ترسل لامين والتسديد كرر ما فعل لكن هذه عرضية خاطئة. يسقط كوندي ويتحصل على الله ماذا أضعت يا فيران؟ ماذا أضعت يا توريس في لقطة جمالية فنية ولا أروع في اللقطة الماضية. شاهد المرور والتقدم لامين يامال والتصويب أن هناك تسلل في اللقطة الماضية. نفس من هذه المسافة تسديدة شاهدوا راشفورد في مرور سقوط تدخل خطأ وعاد المسافة قريبة والمكان مؤاتي. وبرشلونة في ركلة حرة مباشرة في هذه اللحظات من مسافة قريبة. الكرة بعد ذلك فيها سقوط ماركوس راشفورد ولكن هيريرا يتصدى. تأتي هذه جول لا ضاعت من ماركوس، ضاعت كرة راشفورد وقد تندم عليها يا راشفورد، قد تندم
على هذا، لكن كوندي من مباراة اينتراخت فرانكفورت ما هو كوندي. لا ما هو كوندي في الجانب الهجومي. كوندي من مباراة اينتراخت فرانكفورت أول، لكن بعد ذلك كروس راشفورد والعرضية ترسل. خطورة الآن تأتي أوساسوني، قد يكون الحل. بيدري والعرض، راشفورد والمونغا وكرة ممتازة لكن بالدي والعرضية مين. يامال تقدم من الطرف، في أكثر حركة في الشوط الثاني. ماركوس تاد في عرضية تأتي خطيرة من المدافع إلى خارج الملعب. الآن لعب رافينيا، تقدم رافينيا يسجل، أمنها رافينيا، هو من سجل لهم أولا وهو من أمن طريقها. نعم رافينيا هي ليلة رافينيا هنا في الكاب نو. الثاني للبارسا، نعم الثاني للبارسا هنا، والاحتفالات أكبر بهذا الفوز الذي أدى صعبا وليس سهلا على فريق برشلونة. رافينيا من جديد يطل عليكم من جديد، يظهر من جديد ليسجل من جديد. وفي البارسا هناك رافينيا حاسم في كل الأوقات. هذه الكرة في بدايتها من مدافع أوساسونا، كانت من مدافع أوساسونا إلى رافينيا في شباك مرمى الحارس سيرخيو هيريرا. هذا